يا صباح الفل والورد على عيون اغلى واحلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. طبعا الجولة دي جولة يوم الجمعة في الوكالة. انا صورتها السبت لاني منزلتش الجمعة، فنزلت السبت برضو بيعتبر جولة الجمعة، لاني اول الاسبوع كله بيبقى الجمعة والسبت بيبقى لسه الشغل نازل جديد. طبعا انا طالعة من محطة مترو جمال عبد الناصر، قصده كل الفروشات بتاعت شارع 26 يوليو من ناحية شركة الكهرباء، مش من ناحية الكورنيش ولا زكي السماك. بقالي فترة مش بروح هناك لأن أسعارهم أوفر جدا، بس هنزل إن شاء الله قريبا هناك وهعرف لكم الدنيا كلها بتبقى إيه برضو يوم الجمعة وكده. انا لما بصور من ناحيه جمال عبد الناصر ما بقدرش اوصل لغايه زكي السماك. ليه؟ بتقابلني فروشات كتير جدا على طريقي، فطبعا انا اساسا عبال ما بوصل لمحطه مترو ماسبيرو بكون هنكت جدا. بصور طبعا المقطع مش اقل من 12 دقيقه، فالموضوع صعب والله، حوالي 7 8 فيديوهات، صعب جدا ان استحمل اكمل كمان في مكان تاني، فاهميني؟ انا هنا قصد الفروشات اللي هي من اول 26 يوليو، علشان نعرف اسعار الملابس بتبقى ايه اليوم ده، اسعار كل حاجة ايه والدنيا عاملة ازاي، وكل حاجة هنشوفها في الفيديو ده باذن الله. انا كده زي ما قلت لكم عديت اهو من تحت الكوبري ورايحه قصد الفروشات كلها، واول فرشه قابلتني فرشه حازم بتاع الشنط هو هنا قدام شركه الكهرباء. انا يا دوب عديت الطريق بس، مشيت خطوتين بقيت عند شركه الكهرباء. تمام، عنده الشنط اللي هي دي نازله جديده عنده، اللي انا بشاور عليها دي بالظبط، دي نازله عنده ب 230 جنيه الشنطه. عايزه اقول لكم ماتيريال حلو جدا الشنط. يعني انا بتعمد اروح كل جمعه عند حازم. ليه؟ لان كل جمعه برضو الشنطه دي نازله جديده عنده يا بنات ب 170 جنيه، وكانت اموره قوي والواناتها كتير جدا. الشنطه دي يعتبر غسيل ولبس، بتتغسل كده، جميله وعمليه جدا جدا. لو نازله السوق، لو نازله مشوار قريب، بصوا الواناتها. عايزه اقول لكم عنده شنط كتير، موسوعه شنط، والشنط كل ذوق. يعني لو ليكي ذوق هتلاقيه عند حازم ده. تمام، انا بسيب لك رقم حازم في اول تعليق مثبت، علشان لو عايزه اي شنطه من عنده عجبتك شنطه، وحتى خدي منها سكرين وبعد تساليه عليها. تمام. تمام. طب اسعاره ايه يا شيرين؟ مش هتصدقوا، من 100 جنيه. اسعاره من 100 جنيه، عنده ب 100، عنده ب 150، عنده ب 170، عنده ب 200، عنده اغلى حاجه كانت ب 230 جنيه، دي اللي شفتها عنده. اما اسعار الرواعي اغلى بكتير يا بنات، يعني الشنط دي في الرواعي ماسكين على 200 جنيه، ما بينزلوش عن كده جنيه. تمام، ممكن بالكتير قوي تاخديها ب 180، مش كل الشنط، يعني مثلا شنطه زي دي عامله 200 جنيه، ما فيهاش فصال ابدا. تمام، السيلفر دي حلوه جدا جدا برضو، وكانت ب 180 جنيه عند حازم. فعايزه اقول لكم شنطه جميله، الشنطه دي ب 170 جنيه بالواناتها حلوه قوي قوي قوي. هنا عديت للشنط دي عشان اوريكم الواناتها عنده منها يجي حوالي 4 أو 5 ألوان، وهو كل يوم بينزل جديد. عنده كمان شنط الهاند باج دي من 150 لغاية 200 جنيه. أغلى شنطة هاند باج عنده ب 200 جنيه يا بنات. تمام، من 150 اول سعر لغايه 200 جنيه. تمام، عايزه بقول لكم شنطه حلوه قوي والله العظيم، في شنط منها احلى من اللي في الرواعي كمان. بصوا الشنطه دي كام لون منها، الواناتها حلوه وهايله وشيك جدا. الشنط الهاند اللي هي الباك دي حلوه قوي قوي قوي، حلوه شيك جدا. كل طبعا البنات لابساها، مفيش عليها غبار خالص، كل البنات لابسه الشنطه دي، فحلوة قوي. بصوا بقى هوريكم كمان شنط تانية عنده لسه نازلة جديدة الأسبوع ده، ما شفتهاش الأسبوع اللي فات. دي أنا بوريكم هنا ألوانات الشنط كلها. تمام، ألوانات الشنط كلها. بصوا اهي الشنطه دي بالواناتها كلها عنده. بصوا انا صورت لكم اللونين دول بس. الشنطه دي بكام؟ مش عارفه، قال لي 150 او 170، ما جابتش يعني ال 200 جنيه. الشنط دي ب 100 جنيه يا بنات، 100 جنيه بس الشنط دي. تمام، عشان كده بقول لكم في شنط عنده بتبدأ من 200 جنيه، بتبدأ اقصد سوري من 100 جنيه. تمام، الشنط دي ب 150 جنيه بألواناتها كلها عنده. برضو شنط غسيل ولبس حلوة جدا جدا، والشنطة دي كمان ب 150 جنيه، أمورة قوي وحجمها حلو قوي. برضو لو هتنزلي السوق كده تلبسيها كروس، سهلة جدا، هتحطي فيها الموبايل، هتحطي فيها حاجات بسيطة كده وخلاص والمفاتيح وتنزلي. هنا بقى الست دي جنبي بالظبط، انا لسه عند شركه الكهرباء ما بعدتش كتير، اسمها ام فارس، وبيبقى عندها حاجات حلوه قوي، ميك اب وحاجات.
حاجات للبشرة، وعندها كمان برفيوم، مجموعة برفيوم حلوة قوي قوي. عندها بقول لكم الحاجات دي كتير، عندها اسعار متفرقة كتير. عندها اقلام الكحل والحاجات دي بتبدأ من 5 جنيه، فعارفين سعرها حلو قوي قوي. حبيت اصور عندها لاني لقيتها حد كده محترم ويستاهل ان انا اصور عنده. تمام. علشان انتي مثلا انتي نازلة الوكالة تشتري شنطة، تشتري شوز، تشتري اي حاجة، ومثلا نفسك تعرفي حد يكون بيبيع ميك اب بسعر حلو، هي ام فارس دي سعرها حلو جدا. بتبقوا حاطين عربيه كده زي تروسيكل فاتحينه كده وفرشين عليه الحاجات دي، ويعني الله يبارك لهم يا رب ويوسع رزقهم. بيبقوا واقفين من الساعه 2 او 3 بعد الظهر علشان يكون الشمس ابتدت ايه تمشي، لاني طبعا الدنيا صعبة جدا 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 في الحر والله هناك يا بنات. الموضوع مش سهل خالص. هنا البرفيوم، مجموعة البرفيوم دي عجبتني قوي، وبتبدأ السعر عندها من 50 جنيه والله. من 50 جنيه بس أي برفيوم من اللي انتوا شايفينه ده. في رجالي وفي حريمي وفي كده يعني، في كل حاجة عندها يعني بصراحة. عندها حاجات جميلة قوي 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 بجد. بصوا الازازه دي لوحدها كده تتحط كده بس لوحدها على التسريحه، حد ناطط في الازازه بتاعت البرفيوم. فعايزه اقول لكم لا، عجبني بجد حاجتها ان هي اسعارها مناسبه بالنسبه. مش هنضحك على بعض ونقول اوريجينال، بس عايزه اقول لكم اسعارها على الاقل ارخص من محل ميك اب، يعني ارخص والله. فاهميني؟ لان انت لما بتروحي لو انت عروسه وبتجيبي حاجتك كده من محل الحاجات بقى العرايس اللي هي بتتحط على التسريحه والكلام دوت، صدقيني بتلاقي الاسعار جملت معاكي جدا، الاجمالي بيبقى مش متوقع. فاهميني؟ فعايزه اقول لكم لا والله حاجتها حلوه قوي. هنا بقى انا عارفين الواد حمدي. هنا بقى عديت على حمدي في شارع مستشفى الجلاء بس من الخلف. كان عنده حاجات يا بنات حلوة جدا ب25 جنيه، والله هتعجبكوا قوي قوي بجد بجد. حاجاته جميلة حمدي، لقيت أسعاره مميزة من زمان، وانتوا عارفين ان انا بصور عنده من زمان. عنده البلوزات ام نص كم، عنده التوبات القط، عنده البنطلونات عنده عاملة 50 جنيه، وده أغلى حاجة عنده. لكن كل اللي احنا ماسكينه ده بصوا ب25 جنيه، مفيش أغلى من 25 جنيه. بالنسبة لللبس اللي هو من فوق بلوزات أو شميزات. بصوا شميزات يا بنات حلوة جدا، بصوا ب25 جنيه بس. فده سعر مش يعني ملوش يعني لازمة. فاهميني؟ اللي هو لما تجيبي 4 أو 5 أو 8 قطع ب25 جنيه. بصوا الشميز حاجة حلوة جدا، حاجة أمورة بجد. فهنا أنا في شارع مستشفى الجلاء من ورا. أنا هنا يعتبر جنب مطعم ناجي وجنب سنتر الوكالة اللي أنا بصور فيه العبايات. تمام يا بنات؟ بصوا شايفين البلوزة وجمالها ب25 جنيه، أي حاجة ب25 جنيه. هنا البنطلونات عنده برضو كانت جميلة وأمورة قوي ب50 جنيه بس. في فورمال، في جينز، كل حاجة. وممكن كمان لو قلبتي تلاقي بنطلونات بيتي، شايفين؟ بصوا كارينا أمور حلوة قوي بجد. هتلاقوا كل حاجة حلوة عند آه حمدي ده. انا هسيب لكم برضو رقمه في الاول تعليق مثبت، وطبعا رقم حازم بتاع الشنط. وكمان هندخل دلوقتي على شوزات اوريجينال في المكان ده. برضو المكان ده بقول لكم يا بنات يعني ارخص مكان في الوكاله كلها. بصوا ده ظهر مستشفى الجلاء كله، وانا هنا المحل اللي مقفول اللي في وشنا ده اسمه مطعم ناجي. اسمه مطعم ناجي. عايزه اقول لكم حلو قوي قوي. المكان قريب جدا من محطه مترو جمال عبد الناصر، سهل جدا 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 ان انت تروحي وتجيبي كل حاجه، وبعد كده هترجعي جري هتنطي في المترو وتروحي. بصوا البنطلون ليجن خطير ماركه ماكس. طبعا الماركه نفسها يعني لما تيجي تجيبي هاتي ماركه، وانا قلت لك في كذا فيديو الكلام ده. ساعة ما تيجي تشتري وقررتي تشتري من الوكالة، اقفشي بإيدك واسنانك في الماركة. تمام؟ الماركة بتفرق كتير يا بنات. الماتيريال بتاعتها بتبقى أحلى، مش الشعبي ولا الكلام ده، لا خالص. الماركة بتريح، وكمان كشكل انت باينه ان انت لابسه حاجه ماتيريال بتاعتها حلوه. لو حد حتى قرب منك كده عن قرب بتبان قوي. فاهميني؟
فبصوا رقم حمدي ده برضو اسيبه لكم في اول تعليق مثبت علشان تشوفوا عنده ايه، وان شاء الله هتجيبوا الحلو كله من عنده. ناس كتير جدا راحت واستفادت من عند الحاجة بتاعت حمدي ده بصراحة. حاجته فعلا جميلة والسعر عنده لا يقاوم، يعني لا يقاوم خالص. انت هتجيبي من عنده مجموعة حاجات اساسا من حلاوة سعرهم بجد. بصوا يا بنات، بصوا الحلاوة، بصوا البلوزة، شايفين يعني؟ لا حاجاته حلوه جدا. بقول لكم ناس كتير راحت فعلا بعتوا قالوا لي يا شيرين فعلا حاجاتهم حلوه قوي. وكمان الحلو بقى والاحلى، اما كنت ساعات بروح عنده، بصوا يا بنات، بلوزات قط كده للمصايف. كنت ساعات اجي اروح عنده اصور الاقي متابعتين كده 3 واقفين بينقوا من عنده. هم اول ما بيلاقوني بصور بيقولوا لي انت شيرين كمال؟ اقول لهم ايوه. يقولوا لي اه احنا عارفينك، احنا خدناكي بالشكل. مش قادره اقول لكم انا ببقى مبسوطه قد ايه. بصوا بقى البلوزه دي، بصوا البلوزه دي وقولوا لي ايه رايكم في جمال دي. بلوزة يعني جمال لا يقاوم فعلا. بصوا جمال الهوا طبعا. بصوا كان عمال يجري. بصوا البلوزة عجبتني قوي قوي، شدتني جدا. ب25 جنيه، متخيلين؟ 25 جنيه. بصوا بصور لكم الحاجات اليوفط وبأكد عليكم ان كل اللي احنا صورناه ده ب25 جنيه بس. تمام. والبنطلونات كلها، بصوا الشميز يا بنات ماركة اونلي. بصوا شميز اسود قمر ب25 جنيه، متخيلين؟ ولا غلطة. بصوا انا عمالة ادور اهو، ولا غلطة بلاقيها في الشغل ده. بصوا الشميز اساسا، بصوا الله، الله على الجمال والحلاوة. 25 جنيه. شارع 26 يوليو كله يعني من اوله كده لاخره مش هتلاقوا السعر ده ابدا ابدا ابدا. فيا ريت يا ريت يا ريت تجروا جري على الوكالة على المكان ده. انا مصوره الفيديو ده امتى؟ مصوراه السبت، مصوراه السبت على اساس كنت بنزل الجمعه اعمل لكم جوله. بصراحه ما قدرتش خالص، كان في ظروف معرفتش. بصوا يا بنات البلوزه وجمالها، شايفين الحلاوه؟ 25 جنيه. فمعرفتش بصراحة انزل الجمعة، نزلت السبت وبتبقى الحاجة زي ما هي، ما بيكونش الحاجة ادمت ولا خلصت ولا اي حاجة، بتبقى الحاجة شبه لسه زي ما هي. تمام. فبصراحة نزلت جري ولقيت الحلو كله بصراحة عندهم. هنا بقى اتمشيت شوية كده. بصوا قلت اتمشى كده شوية، حاجات ب35. الشارع ده بقول لكم موسوعة لبس بأسعار مخفضة جدا جدا. أرخص شارع في الوكالة. تمام. أرخص شارع هنا كان لبس لانجري ب50 جنيه. ده سنتر الوكالة. أنا بقول لكم حمدي يعتبر جنب سنتر الوكالة. كانوا حاطين حاجات بره حلوة قوي وب50 جنيه. تمام. حاطط استندات كتير بره، بلوزات وحاجات، بلوزات قط، بلوزات بنص، بلوزات بكم. بصوا استندات كتير جدا ب50 جنيه بس. تمام. بصوا كام استند. هو ده سنتر الوكالة اساسا. كانوا حاطين بقى البراهات دي، كانت عاملة 25 جنيه. اي حاجة من دول عاملة 25 جنيه. طبعا كلها اوريجينال ماركات درجة اولى، كلها مفيش حاجة واحدة شعبي. انا بشاور لكم اهو على السنتر، وقلت لكم ان ده سنتر الوكالة. هنا بقى رحت عند بوجي جنب شركة الكهرباء، يعني اتمشيت شوية كده بس من جنب سنتر الوكالة وصلت لشركة الكهرباء. اخر سور شركة الكهرباء في كشك اسمه مناع، بوجي قاعد قدامه. تمام. عنده فرشة الكوتشيهات دي اوريجينال 100%. بكام الكوتشيهات دي؟ ب400 جنيه وب450 جنيه. وعنده حاجات شعبي بسيط جدا ب150 وب200 جنيه. تمام. بس كل اللي في ايدينا ده حرفيا اوريجينال 100%. حاجات جميلة أمورة شيك جدا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، مش كلام وبس. بصوا ماركات كلها نايك واديداس، والحاجات الحلوة اللي بتقعدوا تدوروا عليها ومش بتلاقوها، او حتى لو لقيتوها بتكون الحاجات دي مش اصلية. ومش يعني في حاجات منها على فكرة كوبي وبيضحكوا على الناس. بتبقى معرفش اسمها ايه، بتبقى يعني مضروبة. أيوة مضروبة. عنده كمان ستارزات، يعني عنده ستارزات لو عندك ابنك في نادي أو في حاجة، عنده برضو مجموعة ستارزات اللي أنا شاورت عليها من شوية. تمام.
اسمه بوجي، اخر شركة الكهرباء. شركة الكهرباء دي فين يا شيرين؟ جنب محطة مترو جمال عبد الناصر. هتنزلي هتتمشي شوية كده بس وتسألي على شركة الكهرباء، هي مش بعيدة خالص، ما تبعدش غير دقيقتين اتنين من جنب محطة المترو، تمام لغاية كده. فعايزة اقولك طيري على هناك، واحلى يوم تنزليه فعلا حرفيا يوم الجمعة يا بنات. يوم الجمعة بيكون هايص ولايص، اليوم ده بيبقى هايص فعلا. عايزه اقول لك لو فعلا انت المدارس داخله عليكي، بصوا ده سكتشر اصلي يعتبر مختوم، وبصوا براند يا بنات، بصوا حرف الاس اهو، وادي كمان الكارت اللي عليه الماركه البراند. سكتشر اصلي 100%. مش قادره اقول لكم بقى ده قد ايه مريح جدا في اللبس. ب 400 جنيه بس، ب 400 جنيه يا بنات. تمام. هنا بقى وصلنا لزهران المجنون. وصلنا فين؟ لزهران المجنون. مش قادرة اقول لكم على التيشيرتات عنده، بصوا شبه محمد هنيدي خالص. عايزه اقول لكم بقى اللي بيميز الشغل عندهم ايه. اللي بيميز الشغل عندهم ان هم عندهم شغل كتير جدا اوفر سايز بجميع الاشكال اللي انتوا شايفينها دي، والالوان كله اوفر سايز، معظمه اوفر سايز. عشان لو بتدوري على مقاس كبير، لو بتدوري على مقاس مش لاقياه، هنا الاوفر سايز رجالي وحريمي هتلاقوه موجود بكثره جدا جدا. يعني بصوا بكل شكل من دول موجود منه، من اول سمول لغايه 3 اكس لارج اللي هو اوفر سايز. تمام. مقاسات كبيره جدا جدا. هتشوفوا معايا دلوقتي في الاخر كده كم مقاس واسع جدا، وهتصدقوا الكلام ده. وكمان هو قاعد قدام شركه الكهرباء، مش بعيد خالص خالص عن محطه مترو جمال عبد الناصر. وصلوا عند شركه الكهرباء بس واسالوا على زهران المجنون، هتلاقوه فارش بالتيشيرتات دي. بصوا بصوا المقاس قد ايه كبير، بصوا مقاسات ما شاء الله كبيرة جدا للمصايف. اللي عايز مقاسات مصايف، اللي عايز تيشرتات مصايف، لو عايزة تيشرت هتدبقي له كده بنطلون كمان من هناك، مش قادرة اقولك مش هيكلفك خالص. وكمان ب45 جنيه. وقال ان المصري، الحاجات المصري من التيشيرتات دي اللي هيروح ياخد المصري منه هيبيعه ب40 جنيه بس لمتابعين القناة. تمام. البنطلون ده ب50 جنيه. عنده منه 3 الوان، الاسود والاوف وايت وكمان الكحلي، بس الكحلي منه يوميها كان خلصان. عايزه اقول لكم ماتيريال حلو قوي. كمان في اللون ده نسيت اقول لكم، ده برضو لون حلو. البنطلونات دي مش قادره اقول لكم انعم ما يكون، يعني في الصيف اللي احنا فيه ده ناعمه جدا، حلوه جدا جدا، ماتيريال عالي الجودة فعلا. هنا عمال يقول لكم ب40 جنيه بس، اللي هيجي من متابعين القناة 40 جنيه بس اي تي شيرت المصري اللي هو ماسكه ده. تمام. اما التيشيرتات التانية اللي هي ماركات دي كلها بواقي تصدير ب45 جنيه بس، ما بتزيدش عن كده. وعايزة اقول لكم ايه اللي بيميزهم، ايه الاوفر سايز اللي كلنا بندور عليه، المقاس المرتاح، المقاس الحلو اللي هو كلنا بندور عليه ومش بنلاقيه فعلا. فعلا الصيف ده عايز حاجات واسعه، مش عايز حاجات ماسكه ولا حاجه مني. ماتيريال حلو جدا. بصوا هنا بيوصف لكم هو فين، بيقول لكم وفي شارع ابو العيله برضو قاعد بفرشه تانية. فعايزه اقول لكم هو دي شركه الكهرباء كلها، الظهر ده كله شركه الكهرباء. تمام. اللي في ظهره اسمه زهران، وهنا كان بيقول رقمه، طبعا هسيب لكم رقمه في اول تعليق مثبت علشان توصلوا له بكل سهوله على طول لو نازلين. بتاع الساعات ده بقى لازق جنبه، لازق جنبه. ده اخر يعتبر مقطع عملته هناك. بكام هنا؟ ب50 جنيه بس اي ساعه من الساعات دي. اي ساعه من الساعات دي عامله 50 جنيه بس. تمام. الساعات اللي هي على العربيه دي نفسها ب100 جنيه. اما يعني بصوا الساعات اللي هي على ايدي الشمال دي ب100 جنيه. اما دول كلهم كده عاملين 50 جنيه بس. والله حلوين جدا جدا. بصوا بألواناتها وأشكالها وكله. حتى الساعات الرقمية، الساعات الرقمية اللي هي الأرقام واضحة، بصوا دي هي دي 100 جنيه بقى كلها برضو بأشكالها، المذهب والفضي، كل الأشكال دي عاملة 100 جنيه. أما اللي فوق دول كلهم اللي متعلقين على الحروف دول كلهم ب50 جنيه بس. ساعات جميلة جدا جدا جدا، وأسعارها مناسبة جدا جدا جدا. إنك انت تجيبي لابنك حتى ساعة ب50 جنيه زي كده يعرف فيها الوقت، لو راح درس، لو راح حاجة، يبقى معاكي بالوقت كده، ويعني يبقى معاكي يبقى عارف هو فين وجاي منين.
هنا بقى بتاع الطرح ده برضو كان اخر مقطع ب50 جنيه. اي طرحه من دول اوريجينال جدا جدا، طرح حلوه قوي يا بنات، ماتيريال عالي جدا، وب50 جنيه بس. فين؟ قدام شركه الكهرباء. انا ما بعدتش خالص عن زهران المجنون، يعني هو انا لسه قدام شركه الكهرباء. زي ما انتم شايفين اشكال كتير قوي قوي قوي. بصوا الالوانات الحلوه اللي كلنا بنحبها وبندور عليها. ميه كده الماتيريال بتاعت الطرح، ميه كده يا بنات، مش قادره اقول لكم قد ايه جميله وناعمه ولذيذه وحلوه. وكمان بصوا كوم كوم كده باشكاله. عايزه اقول لكم سوق الوكاله يوم الجمعه فعلا حاجه حلوه قوي قوي قوي. ولو عايزين تروحوا روحوا بدري قوي، او روحوا بعد الظهر او بعد العصر، يعني مثلا ابتداء من الساعه 3 4، علشان بس يعني ما تروحوش وهي الشمس ايه في عز النار، لاني صدقوني هتتعبوا جدا جدا، لان الموضوع ده عدى عليا وانا فعلا تعبت قوي قوي في الموضوع ده. تمام. واحنا في اخر الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير، اعملوا لايك للفيديو فضلا منكم وليس امرا. اديكوا شايفين الحاجه تستاهل 100 لايك. وكمان شيروا الفيديو لاصحابكم عشان اصحابكم يعرفوا الوكاله فيها ايه، لان في ناس فاهمه ان الوكاله دي كلها لبس بس. لا، الوكاله مليانه حاجات تانية كتير واسعار حلوه جدا. عني العتبه كمان. متنسوش يا بنات شيروا الفيديو لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.